لو كل يوم بتبصي في المراية وتحسي إنك كبرتي فجأة وتعبتي من المفاجأة، لو بتحسي إن طاقتك قلت وبشرتك بقت باهتة ومودك مش زي زمان، ولو جواكي صوت بيقولك هو أنا كده خلاص، فأنا جاية النهاردة علشان أقولك لأ، مش خلاص. في 10 خطوات ممكن ترجعلك إحساسك بالشباب تاني وتصغرك 20 سنة، مش بس في شكلك لكن كمان في طاقتك وفي جسمك وفي نفسيتك. خليكي معايا لآخر الفيديو علشان هقولك كل حاجة بالتفصيل من غير تعقيد، وبطريقة تقدري تطبقيها النهاردة قبل بكرة، والأهم من غير أي حرمان ومن غير ما تصرفي فلوس كتير. وقبل ما نبتدي ابعتي الفيديو ده لمامتك، لأن هي أكتر واحدة هتتبسط من كل النقط اللي هنتكلم فيها، وهتحبك قوي قوي لما تبعتلها حاجة تصغرها 20 سنة. هلو، أنا آية بلال. الخطوة الأولى إنك تزودي مضادات الأكسدة. أول سر من أسرار الشباب هو مقاومة الأكسدة، يعني ببساطة إن الخلايا بتاعتنا كل يوم بتتأكسد وبتتعب بسبب التلوث والأكل والتوتر وحتى الشمس، ولازم ندي جسمنا سلاح يحارب ده، والسلاح ده هو مضادات الأكسدة. تلاقيها فين بقى مضادات الأكسدة دي؟ أول حاجة في التوت بأنواعه، سواء كان أزرق أو أحمر أو أسود، وفي المكسرات خصوصا الجوز وعين الجمل، والمشروبات الخضراء زي السبانخ والكرفس وعصير عشبة القمح أو الشعير، وكمان في الجنزبيل والكركم والقرفة والقرنفل. جربي تبدأي يومك بكوباية فيها مية دافية وشرايح ليمون ورشة قرفة وجنزبيل. انتي مش بس بتدفي جسمك، ده سلاح حقيقي ضد الشيخوخة. وتاني خطوة هي إنك تزودي الدهون الصحية. الدهون مش دايما شريرة، في دهون بتخلي البشرة تتشد والهرمونات تتظبط والمخ يشتغل بكفاءة. فيتامينات مهمة جدا زي فيتامين A و D و E و K مش بتمتص غير بوجود الدهون الصحية في الجسم. وأهم مصادر للدهون الصحية دي هي الأوميجا 3، هتلاقيها في السمك والسردين وبذور الكتان والمكسرات النية والسمنة البلدي، بس خلي بالك مش المهدرجة، وجذور زي الكركم والزنجبيل والأفوكادو. زودي حاجة بسيطة منهم في كل وجبة وهتشوفي الفرق في بشرتك ومودك خلال أسبوع. والخطوة الثالثة هي النوم، بس النوم بجد. اوعي تفتكري ان السهر ده علامة على النشاط او القوة او ان انت كده جامدة جدا ان انت بتقدري تسهري كتير. جسمك بيتجدد وانت نايمة، وبشرتك بتتصلح وهرموناتك بتتظبط ودماغك بتروق. لو بتسهري كل يوم جسمك مش بيلحق يشتغل على الصيانة الداخلية بتاعته، ولو انت نايمة ساعات قليلة هتحسي انك كبرتي سنين في كام شهر بس. النوم الصح بيبقى من 6 ل 8 ساعات وبيكون نوم عميق، يعني بلاش موبايل قبل النوم، وخلي الإضاءة هادية أو خلي مفيش إضاءة خالص، واشربي حاجة دافية تهديكي قبل ما تنامي زي النعناع أو البابونج. والخطوة الرابعة هي إنك تزودي الكتلة العضلية. ليه دايما بنقول إن العضلات بتحافظ على شبابك؟ لأن العضلات بتستهلك دهون وبتدي طاقة وبتخلي الجسم نشيط حتى لو انت قاعدة ما بتعمليش أي حاجة. وكل ما بنكبر كل ما الكتلة العضلية دي بتقل، ولو ما لحقناهاش فاحنا بنكبر أسرع. طب تعملي ايه بقى؟ تاكلي بروتين كويس كل يوم زي الفراخ واللحمة والسمك والبيض أو حتى المشروم، وتهتمي إن البروتين يتهضم صح، لأنه علشان يتهضم صح هو محتاج حمض معدة قوي. وأحسن حاجة تقوي بيها حمض المعدة ده، بعد أكلك للحوم اشربي كوباية مية عليها معلقة صغيرة من خل تفاح طبيعي مش صناعي، هيقوي الهضم وهيحسن امتصاص البروتين. وخامس خطوة هي الهدوء النفسي. الهدوء النفسي بيساوي شباب داخلي. التوتر مش بس بيوجع دماغك، ده بيبوظ كل حاجة في جسمك، بشرتك وأكلك ونومك وهرموناتك وكل حاجة بتتأثر. خديلك كل يوم 10 دقايق بس تقعدي فيها في هدوء، تاخدي نفس عميق، موسيقى هادية أو قرآن، أو حتى تكتبي اللي مضايقك. اعملي روتين بسيط يريح أعصابك، ده هيفرق جدا في شكلك أكتر من أي كريم ممكن تحطيه لوشك. والخطوة السادسة إنك تشربي مية كتير كتير جدا. الجملة دي ممكن تكون مكررة
بس هي مهمة جدا. المية بتساوي شباب. المية بتطرد السموم وبترطب الجلد وبتحافظ على المفاصل وبتمنع التعب. ابدأي يومك دايما بكوباية مية دافية على الريق، وحاولي توصلي ل2 أو 3 لتر مية في اليوم، خصوصا لو الجو حر أو لو بتلعبي رياضة. وممكن تنوعي شوية كمان، تاخدي مية بنعناع أو شاي أخضر أو كركديه أو مية بخيار وليمون. كل ده بيعدي على الجسم كمية ومضادات أكسدة كمان، الاتنين مع بعض. الخطوة السابعة هي فيتامين دي وفيتامين سي، تاخديهم كل يوم. أغلب الناس بيبقى عندها نقص في فيتامين دي. الاتنين دول بيساعدوا جهاز المناعة إن هو يبقى أقوى، وإن بشرتك تبقى مشدودة، وإن طاقتك تبقى فوق العادي. فيتامين د مهم جدا، خصوصا لو انتي مش بتتعرضي للشمس أو لو بتلبسي حجاب أو بتقضي وقت طويل في البيت من غير ما تطلعي في الشمس. خدي جرعة مناسبة يوميا، وطبعا تبقى تحت إشراف دكتور. فيتامين سي بقى هو أهم مضاد أكسدة للبشرة والمناعة. كلي برتقان، جوافة، فلفل ألوان، أو ممكن تاخديه كمكمل بسيط. الاتنين دول مع بعض بيشتغلوا زي فريق إنقاذ لجسمك ولبشرتك. والخطوة الثامنة إنك تهتمي بالميكروبيوم بتاعك. يعني إيه ميكروبيوم؟ يعني البكتيريا النافعة اللي عايشة في جهازك الهضمي، هي دي اللي بتمتص الفيتامينات وبتقوي المناعة وبتحافظ على مزاجك كمان. طب إزاي تهتمي بيها؟ تاخدي معلقة خل تفاح طبيعي على الريق، وعملت لكم فيديو بيتكلم عن كل مميزات خل التفاح وأهمية خل التفاح، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. وممكن كمان تاكلي مخللات طبيعية بس مش اللي فيها خل صناعي كتير. ممكن تاخدي الزبادي البلدي والزبادي اليوناني، أو تاخدي كورس بروبيوتيك كل 6 شهور لمدة 15 يوم. ده هيفرق جدا جدا في الهضم وفي النضارة وفي المناعة بتاعتك. والخطوة التاسعة هي الحركة، ومش لازم جيم. مش هقولك تروحي تتمرني 3 ساعات كل يوم، بس جسمك محتاج يتحرك علشان يحافظ على نشاطه والعظم والعضلات وعلى مزاجك كمان. المشي نص ساعة في اليوم هيغير مودك بطريقة رهيبة، وهيقلل التوتر وهيشغل الدورة الدموية في جسمك. ولو تقدري تعملي يوجا أو تطلعي وتنزلي السلم كل يوم، فانت كده بتحيي جسمك من تاني. الخطوة العاشرة إنك تبعدي عن السكر واللبن والمخبوزات. عارفة إن الكلام ده صعب، بس عارفة كمان إن انت شاطرة وهتقدري تعملي ده. السكر الأبيض والألبان والمعجنات الجاهزة بيسببوا التهابات في الجسم وانتفاخ وبيبوظوا الهرمونات. لو جسمك مش متزن ولا بشرتك ولا مزاجك، غالبا ده جزء كبير من السبب. فابدأي قلليهم واحدة واحدة، وبدليهم بحاجات تاني طبيعية أكتر، زي سكر من فواكه طبيعية ولبن جوز هند أو شوفان، ومخبوزات صحية بدقيق الشوفان أو اللوز. شبابك مش في الحقن ولا في العمليات خالص، شبابك في نمط حياتك وفي أكلك وفي نومك وفي حبك لنفسك. ابدأي بخطوة واحدة بس من النهاردة، وبعد أسبوع زودي خطوة تانية، وشوفي نفسك بتتغير يوم ورا يوم، وهتحسي إنك رجعتي لأحسن نسخة من نفسك. ولو الفيديو ده عجبك، ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للشانل، وتشاركيه مع مامتك أو صاحبتك اللي بتحب تهتم بنفسها زيك بالظبط. واكتبيلي في الكومنتس أنهي خطوة ناوية تبدأي بيها من النهاردة.